الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ الباب السادس. أبدا الجهة شاشة كما أبدأ الجهة كده كنا تجوبة بشبين في المسح على الخفين يسح كيني ما بس بحسين مسح كذنا سر خف كويكا خف كاجي كنا بإبو ما تعرفه ويكا تنقل والعمامة أنجي ما بديع شاش كنا هذا شاش كاس سليما شاش كي وقت نروح مسح سبجت كاتشوية والجبيرة جبيرة أو دارو باطنة في الجبار في دسته كيف عم بي كيف من وقت دسته وشتكيت أنا تخليت عند دارو بيفانيت عند باطا بيخيت أبد قلتني جبيرة أكيد دسته تولي حتى أو دارو باطا بي آلاندن كادتشاو مسحيل سركي قلت وفيه مسائل والفضل بها ندان ده مسألة هاي جدا جدا بسال هذا يكشون آخر الخوف أول جرحات قلت كانت خوف تشتشته قلت وهو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه قلت أو كان بيخا جلدت شيت كان وتشتت وكي جلدة بيجا دين كان جورجي أو أن بس برا بتري خوف بوان تطنا قلتن جلدت هنا شيء كذا اشتغلت حيوانات وقت تسار ريفاجي شوي مقداره كه ندر يعني شرينا قلت جمعه خوف يعني بحسي اي كيبتنيا اجي تبجي جرى خوف دي بجي خفاف ويلحق بالخفين قلت هذا ايه حسب كلمة وكي خفا كل ما يلبس على الرجلين هذا شكل يكون ملوف كتبخه من صوف ونحوه اشهري هابطة شكلا عن غيره ربطا بجا قولة رسنة قولة باطينة أبد تنددين هر قولة كادي أهبت هر شكل وكي أبد كانت بخوا حكمي وانجي حكمي خفين. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله أبد بما إنتن كان أجر مروف مسح سر خفكت خبكت شوية حكمي تشيا وبشنجي ما دليل بهايانا. المسح على الخفين جائز درست مروف مسح سر خفكت خابكت باتفاق أهل السنة والجماعة بإجدنجية عالمة أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله عز وجل وأف مسح كرنا بجي دستيريكش خد تعالى بما بوش أف دستيري هدامة تخفيفا منه على عباده أبس فكرنا كش دفوي بو عبد خوا يعني يداني دلسل عبد خوا سفك بكتن ودفعا للحرج والمشقة عنه هوصل دا زحمتي ونخاشيل سر مرابطا ويعني كتخف كابخة وتب زحمته وشنيكو بجا آغل بخب كي احتمال هاي زحمته بود أنت الجهة كي حتى بيلاوت خاطخة وخبشيت خاطخة زحمته بو أف زحمته نمينتن خد تعالى أبدانا وقد دل على جوازه السنة والإجماع وحديثة سرهاتك ودرسته وإجماعه بصرمانه جي يعني ايك دنجية عالمة سردمت بصرمانه. أما السنة دليل شيء يعني السنة قلت فقد تواترت الأحاديث الصحيحة يعني حديث الصحيح هندت هذا حتى جهشتي حد تواتره حد تواتره شيء أفا كومك حديث بين نقل كرن وأف حديث التانيجي شوان كس بين نقل كرن أفتكو مستحيلة هم كس أو هم كس بيج بالسرد لويكم ببن أجل مثلا هم بيج أفكوما رب حديثت مسحا خفكا نقل بكين وأفكو ما هنجي مستحيل أكثر سر دراويكم ببن عتبون من أز دراوي بكم يدينا كت مانا يعني خرسر دراويكم نابن حديثت هو صايت هطيغا قوستن على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كو يوارد بوش بيغنبري عليه الصلاة والسلام من فعله بيغنبري كده وأمره بذلك وأمره بكده وترخيصه فيه ودستيري جيادة. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء بشتن در بالای مسح کردن سر خفکا چه دل مدانی نه که از بجم الله شکر سر آن بلکه درست نبید نه از مفتاحم پیدا فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم چه الحديث تاتا در بالای مسح کردن خفکا اش پیغمبری عليه الصلاة والسلام والمراد بقوله بش وقتكو قلت وقت إمام أحمد قلت ليس في قلبي
أدنى شك قلت هذا مقصد شيء يعني درسته وانا شو شيء درسته درسته. قلت وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. يعني حفتي كسا الصحابية يابو من قوته كو پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام خف كتخ مسح السر كده. ومن هذه الأحاديث أي كشوان حديثة حديث جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا مديد پیغمبر عليه الصلاة والسلام دست آب خواهد زراف فاشكر ثم توضأ فاش دست نوش ششت ومسح على خفيه وخف كتخ چه كده شبيخ نكره حمد بيوبن ومسح السر. قال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث. أعمش بيشند إبراهيم بدكوهستن إبراهيم الراوي حديثه بيشتن بو صحابي أف حديثها نجالك وخشب بوشا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء. چونك جرير كان يجي بسلمان ببي بشتي آياتا دست نويجي هاتي خالي بشتي آياتا دست نويجي هاتي خالي اگر اول بری هنگی با بونمونه گود پیغمبر مسح سر خوف کت خواهی کرد و بشت هنگی آیتا دست نویجه هات بخار دا بشین مانه هنگی مسح کرد اشتا امر نه هات بکرن ام پیت خواه بشوین شنی امر بس امر هات کرن ام پیت خواه بشوین دست نویجه دا شنی بشتی اف امر هات کرن جی پیغمبر خود دست نویجه ششتو پی نششنه همو مسح کرن معنای اول جائزه و نسخنینه. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته. علماء أهل السنة والجماعة يتأيك دنج بوي كويا درست مروف مسح سر خف كت خاب كتم في السفر والحضر شل السفر بيت شل مال بيت لحاجة أو لغيرها تشمروف هاو جاي بها بيت أن تخوها هاو جاي يجي بنا بيت بونو مناتو المال يبصانا هي جقولة خاش بخاب كي بازي مسح سر كي درست. وكذلك يجوز المسح على الجوارب الوسط درست مروف مسح سر قراب كت قلت الجوارب شنا قلت وهي ما يلبس على الرجل قلت أون أود كان بخاء من غير الجلد يعني أود نهاطي شكرا الجلد وكافلة كالخراقي يعني أبش بطاطي هاطي شكرا ونحوها ويتوكيوان وهو ما يسمى الآن بالشراب يعني قلت لي قابل بين الشراب كان بين قوله قلت لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما چونكي عندك خف كان يعني قولنا اما ايكي خوف كونه مروف تياتا بخوادا بين مروف بجالن بندا بين مروف ندال كلم قلت والعلة فيهما واحدة اللاجة تيدا ايكا قلت وقد انتشر لبسها أكثر من الخوف وفي قوة بورا بطريقة جد يعني قولان خوفك قولات يعني بورا بطريقة يعني فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة قلت درست مروف مسحير سر خوف كيت خواب كيتا اگر به مروف همی بچنیتن حتی گوزکا اما او گورد نکه در کفته اوید به گوزکا نپچنن مسح سروان چه نبیدن مسح سروان چه نبیدن چونکی بدوی جهه دست نویجه تششتن خرب بیتا پچنتن و گوزیجی اگر بیتن حساب کرن اتششتن بیتا. المسألة الثانية إذا خوين بوجش نادي بودي دي بوشهرين. المسألة الثانية مسألة شروط المسح على الخفين يعني أم أجر مسح السر قولت خان خفكين خبكين ما شرطي بيدوك حتى بكينانا قلت يتهي بيدوك أبان شرطي تتبكار بنا قلت وما يقوم مقامهما يعني أجر تمسح السر قولت كي الشينا خفكا أنت شكري قلت وهذه شروط هي أبا مرجن وانا بظن چونكي مثلا الصباح أبا شوية با زغستانة أم فلانة تقول خنايخة أنت شو سفرك بدي أف شرطة هذا حتى درس بيتن تقول خمس حسابك قول شرطة إيكي لبسوهما على طهارة بدي وقت تأف قولي كريه تبدأ سنبش أجر وقت تكريه تبدأ سنبش نبه شني ليش دست نبش شوي فنجي چينو بيتو مسح حسابك بديش بخبش بس دست نویجه خاشش تازه و تا گورت خاکی توش مال در کفته جیه که دست نویجه در کفت تو چو دست نویجه خب شویه ده دچکیه اما ده مسح سک وقت دیه بيه بس مسح سک قلت لما روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هو جارك المغيرات بيشتن السفر كديال پیغمبر بيم عليه الصلاة والسلام فأهويت لأنزع خفيه قلت مخاتمون
دا خفكت وش بيوبكم ساعتي قدر صحابي أبو پیغمبر عليه الصلاة والسلام مخاتمون قلت أش خفكت وش بيوبكم فقال قلت دعهما إلا جيب جرى فإني أدخلتهما طاهرتين قلت من يتكري بيخوا وأزي فاقش بيم وبدس نبيش بيم فمسح عليهما إنه مسح سعيد وقتی گوتم نتکری بخوا از دست نبیش بیم باش مسح سر کرده معنوی اول دیار بیت اگر کر بانه بخوا یه به دست نبیش با چه ندی مسح سر کرد یا دوی ستروهما لمحل الفرق بدوی گور او گورتا جهه گوته تا ششتنش بی همی ستاره بکن وكين كما بحسيوان قولت نكاكرمانه او جوزك ونبتشن او تشينوبن اي المفروض غسله من الرجل فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح اجا جوزك تدر كابتن ام بم جوزك دان داي بيگوه يتهشت بم جوزك داش دار كابتن هم تعبير بن بيت جريتن اوهانه شينو بدون تمسح سر كاي ياسين اباحتهما حتى تمسح سر قولت خاطيت بالغير قولت حلال به شوات حلال قلت فلا يصح المسح على المغصوب شنو بدون تمسح سر ده قرب جيت شيكي والجيت تعدي تشوف تفعله ده تجواجته والمسروقي أنت تشوف تدزي أب قولتانه وتدي مسح سر كي ماشي وتقول الحرير لرجل أن هندا قولت يتكري يتنا بس يت أرميشن الحريرنا وحرير يجب ظلام حرامه شنو بمسح سر كي لأن لبسه معصية چونکی تبكي بخو گناه چونکی دزینه تعدایانه شنو بتبكي گناه بجو پادشاه چه بیتن تو مسح سر فلا تستباح به الرخصة يشرع طهارة عينهما تدبيها بقولت تنبخوا اتفاقش بن فلا يصح المسح على النجس شنو بتمرو في ربي مسح السر تشكي بيست بيتن كالمتخذ من جلد حمار بنمونه او خفكتين تشكيرنش كافله كره اويتا شنو بيتن بوچه چونكي يبيسه أن يكون يشرب بينجي آخره أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا بدوية تتوم الدايدة بخمس حيبكين أو بتهات ديار كرن لدى الشريعة بس وهي للمقيم يوم وليلة بو أول ملاقة بيتن حقها يشبك وروجك مسح السر خفكت خابتن قويت خابتن بو نمونه تدس نوشش تشمال در كفت تقويت خاكرنه تهات بنيفرو دس نوش تكفت تبو نيفرو تكت تمسح السر قويت خاكرن حتى رجب ديف دا نيفروجي هندي دست نوجه تبكي دو دست نوجه بشوي تحقق اشتخانه كيما بس مسح هذا شبك روج قلت هذه وللمسافر فهذا سفر بثلاثة أيام بلياليهن أما هذا سفر بتحقق السير وجوز شبا اشتخانه أما بس مسح هذه شروط 5 أبا بنش شرطا استنبطها أهل العلم علماء يتينا داره لصحة حديث ودليل يتينا داره لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة قلت لا يش نصائنا دارش قاعد يشتينا دارت أصولي لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح بالبيئة ذهبا أجتبيت مسح السر قلت خبكي والحمد لله رب العالمين.